هل تتخيلون أن إنسانًا يمكنه أن يصب زيتًا مغليًا على زوجته وهي نائمة؟ هل يمكن للغدر أن يصل إلى هذه الدرجة من الوحشية؟ ما سأرويه لكم اليوم ليس من نسج الخيال، بل هي جريمة بشعة وقعت في مدينة طنجة المغربية، وذهبت ضحيتها امرأة شريفة طيبة اسمها منال. منال التي لم تعرف في حياتها إلا المحبة والعطاء. القصة جاءتني على لسان أقرب الناس إليها، صديقتها التي رافقتها ل10 سنوات، تعرف كل تفاصيل حياتها وكل أوجاعها. قالت لي وهي تبكي بحرقة: منال ما كانتش تستاهل هذا المصير. كانت إنسانة طيبة